في قصر مغلق عاشت طفلة جميلة، لكن السماء كانت تعدها لمصير أعظم. القديسة إيريني ابنة الملك الوثني لكينيوس أخفاها والدها خوفا من جمالها داخل قصر، وأحاطها بالخدم والتماثيل، وعين لها معلما حكيما لم يعلم أنه مسيحي. في يوم غريب رأت رؤيا: حمامة تحمل غصن زيتون، نسر يضع إكليلا، وغراب يحمل ثعبانا. ارتجف قلبها، ففسر لها معلمها أن هذه دعوة للإيمان والجهاد والمجد، وأن الطريق لن يخلو من الألم. حين عرض عليها والدها الزواج رفضت في صمت، ورفعت عينيها للسماء: يا إله النصارى اهدني. فظهر لها ملاك ووعدها بإرسال من يعلمها. وفي اليوم التالي جاء القديس تيموثاوس فعلمها الإيمان وعمدها، لكن الحقيقة انكشفت. فغضب الملك وأمر أن تربط خلف حصان جامح، غير أن الحصان لم يؤذها، بل انقلب على الملك وأسقطه ميتا. وهنا لم تطلب إيريني الانتقام، بل صلت ليظهر الله رحمته، فعاد أبوها إلى الحياة وآمن هو وزوجته وآلاف غيرهم. وهكذا لم تكن إيريني مجرد أميرة، بل قلبا غلب القسوة بالمحبة، وقصة تثبت أن النور مهما حبس لابد أن يشرق. ادعمنا بمتابعة الصفحة، واترك تعليقا، وشارك الفيديو. مونجيسو.